تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق فوز صعب على نظيره الصربي بهدف دون رد في بطولة أوروبا 2024 ضمن مباراة المجموعة الثالثة. وفي المجموعة ذاتها حسم التعادل بهدف لمثل مباراة سلوفينيا والدنمارك. هذا وقلبت هولندا تأخرها إلى انتصار أمام بولندا ب2-1 لحساب المجموعة الرابعة. هكذا نجم المنتخب البلجيكي كيفن دي بروين جاهزية منتخب بلاده لمباراته الافتتاحية ضمن المجموعة الخامسة أمام نظيره السلوفاكي. مدد بايرن ميونخ عقد لاعبه اليافع ألكسندر بافلوفيتش حتى عام 2029. توج البريطاني جاك دريبر بلقب بطولة شتوتغارت للتنس بالتغلب في النهائي على الإيطالي ماتيو بيريتيني ب2-1. افتتح في العاصمة الفرنسية باريس استاد بيليه الذي أعيد تسميته بهذا الاسم تكريما للأسطورة البرازيلية الراحلة. توج الأسترالي أليكس دومينور بلقب بطولة ديمبوش المفتوحة للتنس بفوز في النهائي على الأمريكي سيباستيان كوردا ب2 دون رد. توج الثنائي الإسباني المكون من جون سانت وخورخي نيتو بلقب بطولة بوردو بريمير بادل بعد الفوز على مواطنيهما خيرونيمو غونزاليس وأليخاندرو رويث ب2 دون مقابل. ولدى السيدات توج الثنائي الإسباني المكون من جيما تراياي وكلاوديا سانشيز باللقب بالفوز على الثنائي الإسباني الآخر المكون من مارتا غاييغو وفيرونيكا فيرسيدا ب2 متتاليتين.